السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس داليا، وتعالوا في فيديو جديد نشرح حرف الظا. انت كمدرسة المفروض لما بتيجي بتدي حرف الظا خلاص انت بتدي اديتي قبليه الطا والصاد والضاد. طيب بنعمل ايه في التلاتة دول مع الظا؟ يبقى كده 4. بعد ما بتخلصي الظا بتعملي امتحان ليهم. تمام. امتحان يعني اختبار كده صغير، عبارة عن صفحة صفحتين صغيرين، مفيش مشكلة. ممكن لو على السبورة، لو عندك سبورة كبيرة مثلا تكتبي كده كم سؤال كده. مثلا سؤال على الصاد، صاد على الضاد، الطا، الظا، ايا كان. تمام. المهم حاجة صغيرة كده تفكرهم بالاربع حروف دول عموما. عندك الظا بتتكتب زي الطا بس عليها نقطة. تمام. اهو بنكتبها زي الطه بس عليها نقطة. تمام. في ممكن اللي هي قبة وفيها اللي هو النقطة برضو. تمام. في عندنا اهو الظا. تمام. في ممكن نحطها من فوق اللي هي الشرطة من فوق كده. تمام، مفيش مشكلة. دي اللي هي في اخر الكلمة بس متصلة. تمام. في هنا اللي في وسط الكلمة. تمام، برضو بيعمل شرطة على السطر. بعد كده ادي القبة وادي النقطة اهو، ادي الشرطة وادي القبة. بعد كده عندنا دي اللي في الاخر اللي هي قصدي اللي في الاول. تمام. وهكذا بتحطي الشرطة وبعد كده بتعملي ادي القبة وبتعملي الواحد جنبها او الشرطة جنبها السنة بتطول وادي النقطة. تمام. قلنا ما بنقولش واحد كتير علشان خاطر الطفل ممكن يحفظ كلمة واحد كتير. طيب هتقولي لي ليه ما بتبدايش بالترتيب يا مس داليا؟ ليه ما بتعمليش مثلا اللي في اول السطر، في اول الكلمة، بعد كده اللي في وسط الكلمة، بعد كده اللي في اخر الكلمة، وهكذا؟ لازم تلخبطوله في الترتيب. تمام. ليه؟ علشان ما يحفظش الترتيب بالظبط، لان لو حفظ ان انت كل حصة بتدي اول شكل اللي هو اللي في اخر الكلمة الغير متصل، بعد كده اللي في اول الكلمة، بعد كده اللي في وسط الكلمة، بعد كده اللي في اخر الكلمة بس المتصل. تمام. هيحفظهولك فلدرجة ان هيجي مثلا لو انت اديتيله اللي في وسط الكلمة تاني شكل او اول شكل هيقولك ده اللي بيجي في الاول. تمام. طب ازاي يا حبيبي؟ لا هو اللي بيجي في الاول. تمام. خلاص هو حفظ الترتيب بتاعك، فانت حاولي ان انت تلخبطيه شويه. حاولي ان انت بقدر الامكان تلخبطي شويه الطفل بحيث انه ما يثبتش ويبقى فاكر ان دي قاعده عامه على الحروف كلها. تمام. فغيري في الترتيب، يعني مره تجيبي اللي في اول الكلمه في الاول، مثلا مره تاني تجيبي اللي في الاخر، مرة تانية تجيبي اللي في الوسط تحطيه في الأول، وهكذا. بحيث ان هو يحفظ الشكل باسمه، مش ان انا احفظ اللي هو دي قاعدة عامة ان انا هجيب اول شكل هيبقى ده الشكل العادي اللي بيجي في الاخر الغير متصل، بعد كده اللي بعديه اللي بيجي في اول الكلمة، وهكذا. لان كده هيبدأ ان هو يحفظ لك، لان احنا الظا طبعا من الحروف اللي من ورا خالص، فطبعا هيبدأ هو يوصل لك في الحتة دي هيبقى حافظها لك بالترتيب زي ما انت بتقولي. لا انا عايزه احفظه، انا عايزه افهمها له. تمام. ان دي مش قاعده عامه، انا ممكن الخبط لك عادي. تمام. لون الكلمه التي بها حرف الظا. عندنا هنا اول كلمه. تمام. بعد كده ظل. تمام. قازم. تمام. طبعا يلون بالوان او بالرصاص مفيش مشكله. صلات طبعا لا. ظرف. تمام. قط برضو لا. ممكن نخليه مثلا ما يحطش علامه اصلا، يعني بدل ما يحط علامة غلط خلاص هو ما يحطش اصلا. تمام. الباقي ده يلون، وطبعا يا بالرصاص يا بالالوان عادي. ما تحاوليش تضغط شويه في حته الالوان علشان ممكن الطفل ما يكونش عنده، وممكن الطفل يبكيلك في الحصه لمجرد ان هو نسي الالوان في البيت، او ان هو ما بيجيبش الوان معاه، وان طفل تاني بيجيب معاه باستمرار. فممكن تحصل خناقه عندك في الحصه لمجرد ان انت قلتي لهم لونوا هنا، فتقولي لهم لونوا بالرصاص. تمام. يعني لما تيجي في السؤال لون قولي له بالرصاص، عشان ما فيش عيل يبكي لك ويقول لك لا انا عايز
الاقلام وعايز الالوان ومش عارفاه والكلام اللي زي ده. ضع دائرة حول حرف الظا. عندنا الظل اهو، ظا في الاول. مطاط لا طبعا. حظ تمام. ظافر تمام. مطر لا طبعا. كاظم تمام. الظفر تمام. طبيب لا. هنا وصل عندنا ظا. فين شكل الظا اللي في الاخر غير متصلة اهي، ودي اللي في اول الكلمة تمام اهي. تمام، دي معلش يمكن بهتانة شوية. تمام اهو بالشكل ده. تمام، طبعا الباقي ده كله احنا خدناه، فممكن اللي هو ده دي مثلا من ضمن التدريبات اللي ممكن تلخبط فيها العيل شويه. ان انا اهو بص جايبه لك الاشكال كلها بتاعت الصاد والضاد والطه والظا، كله ده جايبهولك بحيث ان هو يعرف بقى يفرق، مش ان هو يوصل كده وخلاص، لان ممكن الظا يوصلها لك بالضاد على فكره. تمام، برضو تخلي بالك ان تقولي له ان الظا مش بتتكتب زي الضاد، يعني هو يعمل لك كده ويكبر لك السنه كده ويقول لك ايه اهي مس ظا، ما بيبقى ليها طبق كده في الاخر، لا قولي له ان دي خاصه بالضاد فقط، لكن الظا ما بتبقاش مكتوبه بالشكل ده. تمام، طبعا برضو بتركزي لهم عليها شويه، وطبعا مع التدريب الكتير في الاربع حروف دول عشان بيبقوا اصعب اربع حروف عندك، لان اشكالهم متشابهه مع اختلاف النقطه والحاجات اللي زي دي، فطبعا بيبقى فيها التدريبات صعبه شويه، فانت تخلي بالك في الحته دي. تمام، وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وانتظروني في فيديوهات تانية كتير، ولو حد عنده اي سؤال تقدروا تكتبوه لي تحت في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.